هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. مصرية بلاد وجلسات مجلس شعب وأمن واقتصاد والسياسة كل يوم بتجيب في مصر بساعة. ودلوقتي مصر بساعة مع الكاتب الصحفي محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. مصرنا للسبت للأربع قرب كله مصر. مصر بساعة. هذا البرنامج برعاية عبورلاند، أجود وأطعم جبنة بيضاء في مصر. عبورلاند هتعرف طعم الجبنة. أهلا بيكم. لسه موضوع خطف جنودنا في سينا مسيطر على عقولنا وقلوبنا، بنتابعه لحظة بلحظة، ولسه من ثواني معدودة أنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مؤتمر الصحفي بيحكي فيه تفاصيل اللي يقدر يقولها حتى هذه اللحظة. والنهاردة وسط كل الأحداث اللي حصل حوالينا في سينا في حدث شايف إنه هو مهم ولازم نتكلم عنه، بالإضافة للحدث الأعظم اللي هو خطف جنودنا في سينا. هكلمكم على إيه النهاردة أو في الجزء الأول من الحلقة اللي اتكل تلتها، وشكرا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دايما بيبقى قاصد إنه ينقل الهوا بتاعه وقت البرنامج. المهم هكلمكم على زيارة رائد النهضة الماليزية مهاتير محمد لمصر، واللي تمت امبارح بدعوة من حزب الحرية والعدالة. سيبك ان حزب الحرية والعدالة هو اللي بعت الدعوة، بس لما يكون مهاتير محمد عندنا برجليه يبقى ده يخلينا على طول نتكلم عن تجربة النهضة اللي عملها مهاتير في ماليزيا. كمان نعلق لكم على الكلام المهم والخطير اللي قاله الراجل امبارح. عاوز اذكر حضراتكم اننا في حلقات سابقة اتكلمت فيها عن تجارب النهضة في البرازيل، في تركيا، في الارجنتين. النهاردة بكمل الحديث عن تجربة مهمة برضو، وهي تجربة ماليزيا. القصد من الحكاية دي هي اننا مش نتسلى، بل اننا نعرف ان مفيش يأس، وان ياما في بلاد ظروفها كانت اسوأ مننا 1000 مرة وقدرت تنجح. ازاي قدرت تنجح؟ ده دايما اللي بشرحه في كل تجربة نهضة. في كل تجارب النهضة اللي حكيتها لحضراتكم ومنها تجربة النهاردة، هتلاقي ان رغم الظروف الصعبة والقاسية والسيئة والمريرة اللي بتمر بيها مصر حاليا، إلا إن أحوالنا رغم كل ده أفضل من ظروف بلاد تانية قررت إنها تنطلق للأمام. اصبر عليا وهتسمع. يلا بينا أخدكم على ماليزيا، وتحديدا سنة 81، يعني من 33 سنة، يعني في نفس التوقيت اللي استلم فيه مبارك حكم مصر. تعال أقول لك ماليزيا كانت عاملة إزاي سنة 81، في السنة اللي استلم فيها مهاتير محمد رئاسة الحكومة هناك. اسمع يا سيدي، مساحة ماليزيا هي قد مساحة محافظة الوادي الجديد. تخيل قد مساحة محافظة عندك. محافظة الوادي الجديد هي بالظبط تساوي تلت مساحة مصر. عدد سكان ماليزيا كان 14 مليون وقت استلام مهاتير الحكم. شايفين المساحة والسكان؟ المهم سكان ماليزيا كانوا عايشين بقى فين؟ كانوا عايشين يا عمي في الغابات، شغالين ايه؟ زراعات، حاجات بدائية، بيزرعوا مطاط، موز، اناناس، شغالين على صيد السمك. وكان دخل المواطن كام؟ $100 في السنة، يعني أقل من $8 في الشهر. لو بأسعار النهاردة في مصر يعني 60 جنيه في الشهر. طيب خد كمان عندك الحتة دي، شوف عدد سكانهم قد ايه؟ 14 مليون بس، 14 مليون. طب هل سكان ماليزيا كانوا بيدينوا بدين واحد؟ إسلام أو مسيحية أو بوذية؟ دينين مثلا على قد ال 14 مليون؟ لا. هتفاجأ انك تعرف ان ماليزيا فيها 18 دين، 18 ديانة. كمان اصحاب الديانات ال 18 كانوا عاملين صراع كبير مع بعض، تعالوا بقى شوفوا ظروفهم الاقتصادية. هتلاقي في سنة 81 وقت ما استلم مهاتير الحكم ما كانش فيه مستثمر اجنبي واحد في البلد كلها صراعات، الصراعات الدينية مغرقاها. كمان ما كانش في احتياطي نقدي اكتر من $2.5 مليار. اما التعليم بقى فحدث عنه ولا حرج، مفيش بنية تعليمية، مفيش مدارس، اعلى نسب تسريب للتلاميذ من المدارس. تخيلوا ده الوضع اللي كانت عليه ماليزيا وقت ما استلم مهاتير الحكم. الوضع البائس اللي كانت عليه ماليزيا ما خلاش مهاتير يهرب، لا. زي كل تجربة نهضة في دولة وشعب عاوز ينهض، لازم زي ما تعودنا اديكم معلومات ونلقي الضوء على الباشمهندس
اللي كان على موعد مع القدر عشان ينقل ماليزيا النقلة الكبيرة دي وتبقى بجد في صدارة الدول اللي عندها نهضة حقيقية. عمنا مهاتير محمد جاي من أسرة فقيرة كالعادة، كعادة كل قائد النهضة. كان الابن الأصغر ل9 اخوات. أبوه كان شغال مدرس ابتدائي وراتب أبوه ما كانش بيكفيه، حتى إن مهاتير محمد كان بيحكي إن أبوه كان عاجز على إنه يشتري له عجلة يروح بيها مدرسته الثانوي بدل ما يمشي على رجليه من البيت للمدرسة. العجلة دي كانت حلم من أحلام مهاتير. بيحكي إن هو اضطر يشتغل بياع موز علشان يجيب مصاريف اللي يشتري بيها العجلة. المهم عمنا مهاتير خلص الثانوية العامة، دخل كلية طب، اشتغل طبيب في الحكومة الإنجليزية. إيه الحكومة الإنجليزية دي؟ مش هو في ماليزيا؟ أصل ماليزيا كانت محتلة وقتها في الخمسينات. ماليزيا استقلت عن الحكم البريطاني سنة 57. المهم عمنا مهاتير عمل عيادة طبية خاصة، وعمل ايه كمان بقى؟ خصص نص وقته للكشف على الفقراء. هتلاحظوا واحنا بنتكلم عن الزعماء او قادة النهضة في شبابهم، هتلاقي عينيهم دايما على الفقراء، هتلاقي انهم مش منفصلين على الشعب، عايزين يساعدوا الشعب. مهاتير دخل لعبة السياسة، بقى نائب بمجلس الشعب او البرلمان الماليزي، نجح دورة سقط دورة تانية. لكن في الأثناء دي مهاتير محمد ألف كتاب مهم جدا سماه مستقبل ماليزيا الاقتصادي، عينه على نهضة بلده من قبل ما يبقى فيها رئيس أو حاجة. حط في الكتاب ده رؤيته الخاصة لنهضة بلاده. في سنة 75 تولى مهاتير محمد وزارة التربية والتعليم، وبعدين بقى مساعد لرئيس الوزراء في عام 78. شايفين معايا مهاتير طالع ازاي بالتدريج في عالم السياسة والحكم، لحد يا عمي لما وصل لمنصب رئيس الوزراء سنة 81. وهي دي اللحظة اللي جت فيها النهضة في ماليزيا. كنا قدام شعب مع قائد عنده رؤية. قبل ما اقول لحضرتك ازاي الحاج مهاتير عمل نهضة بلاده، هذكر لك دلوقتي جزء من كلمته اللي ألقاها في مكتبة الاسكندرية من كام سنة، لما مكتبة اسكندرية استضافته وقالت له يا عم مهاتير كلمنا شوية عن النهضة. مهاتير قال بالنص في محاضرته أمام مكتبة الاسكندرية حاجة خطيرة قوي. قال قبل ما اجي اكلمكم على نهضة ماليزيا، عايز اقول لكم ان تجربة النهضة في بلادي استوحيتها من افكار النهضة المصرية على ايد محمد علي. تخيلوا يعني، ما هو كل نهضة انت عايز تعملها بيبقى لها مرجعية، بتقول انا عايز ابقى شبه الدولة الفلانية. مهاتير محمد استوحى نهضة بلاده في ماليزيا من نهضة محمد علي باشا اللي كان حاكم مصر من اكتر من 200 سنة. ايه ده يا حاج مهاتير اللي بتقوله ده وهتعكننا كده؟ يعني في مصر كان عندنا تجارب نقدر نضيف عليها؟ اي نعم، مهاتير بيقول لك ده. طب احنا عمالين نلف ليه على رجلينا ونسافر بره ونقابل وفود، واحنا كتالوج النجاح في مصر عملوا قائد النهضة محمد علي باشا من اكتر من 200 سنة، وفي دولة عظيمة زي ماليزيا خدت بيه. خلصت لكم دلوقتي الوضع في ماليزيا، خلصت لكم الظروف بتاعه مهاتير وصفاته. تعالوا بقى اخد حضراتكم بعد ما حكيت لكم عن ماليزيا وضعها البائس 1000 مرة عننا النهاردة وعن تاريخ قائد نهضتها، هنتكلم بقى عن الخطة اللي حطها مهاتير لنهضة بلاده. معاك ورقة وقلم كالعادة كده، لو انت مهتم اكتب ورايا. حد عارف يمكن في يوم من الايام وانت بتسمعني تلاقي نفسك قائد نهضة في مصر. ويا سلام لو كان في كم مسؤول او وزير كده قاعد عمال يسمع الحلقة ويكتب ورانا، لان انا تعبت نفسي كتير علشان اجمع المعلومات دي. اول حاجة عملها مهاتير ايه علشان ياخد قرار في مسألة النهضة؟ حدد الخطة اللي هيلعب فيها. ما ينفعش مدرب ينزل ملعب ومعاه لعيبة من غير ما يحط خطة. وراح راسم خريطة لمستقبل ماليزيا. قال فيها ايه هي اولوياتي، ايه هي الاهداف اللي انا مفروض احققها، تالت حاجة النتائج اللي هتتحقق او المتوقعة بعد ما نفذ خطتي. وحدد لنفسه فترة زمنية، قال لك هشوف ماليزيا، بحلم بماليزيا بعد 5 سنين شكلها ازاي، وبعد 10 سنين ازاي، وبعد 20 سنة ازاي، وهكذا. يعني الحاج مهاتير بيشتغل بالكتاب مش بالفهلوة، بالعلم مش بالأناشيد. تاني حاجة، زي كل قادة النهضة في العالم اللي حكيت لكم عنهم، هتلاقوا التعليم هو العنصر المشترك للاهتمام.
مهاتير محمد قرر ان التعليم والبحث العلمي يكون في مقدمة اهتمام الدولة الماليزية، بس مش بالانشاء والشعارات بل بالتخطيط، وراح مخصص اكبر قسم في ميزانية الدولة للتدريب والتأهيل للحرفيين والتربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم اللغات الأجنبية، وخصص جزء كبير للبحوث العلمية. فاكر مهاتير قال لنا ايه في مكتبة اسكندرية؟ قال لنا ان هو استفاد من تجربة النهضة بتاعت محمد علي باشا، وزي ما محمد علي باشا ارسل بعثات طلابية للتعليم في الخارج، مهاتير قلده وعمل كده برضه، بعث عشرات الالاف من الطلبة الماليزيين في بعثات للدراسة في افضل الجامعات الاجنبية. يبقى اول حاجة عملها ايه مهاتير؟ حدد الاولويات والاهداف والنتائج المتوقعة. تاني حاجة اهتم بالتعليم. طب تالت حاجة مهاتير عملت ايه؟ تالت حاجة عملها الحاج مهاتير وجه عمنا البرازيلي لولا دي سيلفا اللي اشتغلنا عليه الاسبوع اللي فات وكلمنا عنه، عملها في فالدو، هي خطة التقشف. مهاتير مسك الميزانية وشلفط اي جنيه يتصرف مش في مكانه، اوقف الاسراف والبذخ على القصور، دواوين الحكومة، الفشخرة والتهاني والتعازي والمجاملات والهدايا. الله عليك يا حاج مهاتير. رابع حاجة عملها ايه؟ عمنا مهاتير ما قفلش الباب على نفسه وقعد يفن ويحط خطط، ده كان مرتب اموره انه هيطلع على شعبه ويقول لهم هو بيفكر في ايه. اعلن للشعب بكل شفافية عن خطته، وقال ايه؟ قال انا نظام حكمي قايم على مبدأ الثواب والعقاب للوصول الى النهضة الشاملة. الناس صدقته مش وراه، وكان اول قطاع بيجيدوا العمل فيه واشتغلوا فيه فورا هو قطاع الزراعة. الماليزيين نزلوا غرزوا 1,000,000 شتلة نخيل زيت في اول عامين بس من حكم مهاتير، علشان يخلوا ماليزيا اولى دول العالم في انتاج وتصدير زيت النخيل. يا ترى بقى غرز 1,000,000 شتلة نخيل زيت في مصر النهاردة عملية صعبة قوي كده؟ كمان اهتم مهاتير بقطاع السياحة، وقال ان 900 مليون دولار اللي بيدخلوا ماليزيا كل سنة وقت استلام السلطة ده مبلغ ضئيل ولازم يزوده، وحدد هدف ان دخل ماليزيا من السياحة لازم يرتفع من 900 مليون دولار الى 20 مليار دولار، وحدد الوقت خلال 10 سنوات. النهاردة ماليزيا عارفين بتعمل كام؟ 33 مليار دولار سنويا من السياحة. طب مصر كانت بتعمل ايه قبل ثورة يناير؟ كان دخلها من السياحة 13 مليار دولار. هتوقف عند النقطة دي، نطلع فاصل لأذان العصر والموجز، وهرجع أكمل معاكم بقية خطط مهاتير لإحداث النهضة في ماليزيا. استنوني وأتمنى أشوف رسائلكم على 92 17 6. كلموني من أي محمول على 26 59. قبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم على اللي عمله مهاتير محمد في ماليزيا لما استلم السلطة سنة 81 وسابها 2003، وانه قدر ينقل ماليزيا نقلة كبيرة، وشرحت لحضراتكم اهم الخطوات اللي كان عاملها. هكمل معاكم مهاتير. قلت لحضراتكم اهتم بقطاع السياحة. لما استلم الحكم في ماليزيا، السياحة كان بتعمل 900 مليون دولار. الراجل وش كده على طول قال لك انا عايز اعمل 20 مليار دولار، وحدد 10 سنين وعملهم، بل اكتر من كده. النهاردة ماليزيا بتعمل 33 مليار دولار. عارفين عدد سكان ماليزيا كام؟ 30 مليون نسمة. مصر كانت قبل ثورة يناير بتعمل 13 مليار دولار. طيب الراجل الخطير ده مهاتير، ماليزيا دولة صغيرة، جاب منتجعات سياحية منين؟ وقدر يفكر ازاي؟ شوف الواحد لما بيبقى عنده إرادة بقى، راح فكر فكرة جميلة جدا أو فكرة منظمة وبسيطة. مهاتير راح محول المعسكرات اليابانية اللي كانت موجودة في ماليزيا من أيام الحرب العالمية الثانية، خلاها مناطق سياحية بتضم كل أنواع الأنشطة الترفيهية، المدن الرياضية، المراكز الثقافية، الفنية، لتصبح ماليزيا فعلا مركز عالمي لإيه بقى؟ للسباقات الدولية في السيارات، سباقات دولية في الخيول، ألعاب مائية، علاج طبيعي. مهاتير كمان اهتم بقطاع الصناعة، وبلده ماليزيا تحولت. شفتوا بقى، كان بدأت معاكم الحلقة بيقولوا ايه؟ كانوا بيزرعوا مطاط ويصطادوا سمك. دخلت عصر صناعة وتصدير الأجهزة الكهربائية، ميدن ماليزيا، فاكرين انتم؟ أما في النشاط المالي راح فاتح الباب على الآخر، وحط ضوابط أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبنى مهاتير محمد في ماليزيا أكبر برجين أو أعلى برجين توأم في العالم، بيضموا 65 مركز تجاري
في العاصمة كوالالمبور، وبيحكي عن البرجين دول ان هو اول ما استلم الحكم والسلطة سافر لامريكا والتقى بالرئيس الامريكي في البيت الابيض. فالرئيس الامريكي كان قاعد بيفتخر ببرجي مركز التجارة العالمي اللي هم اتدمروا في 2001. فمهاتير رد عليه في الاجتماع وقال له ايه؟ سترى عندي برجين في ماليزيا اكبر من البرجين اللي عندك. واوفى مهاتير باللي قاله. كمان مهاتير انشأ اكبر جامعة اسلامية في العالم، شباب الخليج كله بيقفوا النهاردة بالطوابير قدامها. عمل كمان عاصمة ادارية جديدة بجانب العاصمة التجارية كوالالمبور، وخططوا ان العاصمة الجديدة تستوعب 7 مليون ماليزي عام 2020. بنوا مطارات، عشرات الطرق السريعة تسهيلا للسائحين والمقيمين والمستثمرين اللي جايين من الصين والهند والخليج ومن كل مكان في الدنيا. المستثمرين النهاردة بيبنوا آلاف الغرف الفندقية، من غرف 5 نجوم لموتيلات ب$20 الليلة. باختصار شديد، الحاج مهاتير محمد نجح في أقل من 22 سنة إن ينقل بلده من تحت الصفر بعشرات السنوات إلى قمة الدول الناهضة. يكفي إن هو نجح، اسمع بقى، وهو مسلم السلطة بعد 22 سنة من حكمه، رفع دخل المواطن الماليزي من $100 في السنة، عارفين لكام؟ ل$16,000. الاحتياط النقدي الأجنبي اللي احنا اتكلمنا عليه عن مصر كتير، استلموا مهاتير كان $2.5 مليار. عارف سابوا كام؟ $100 مليار. $100 مليار. كمان وصل الصادرات في عهده إلى $200 مليار. ماليزيا بتصدر ب$200 مليار سنويا، وهو كان عدد السكان كام؟ 14 مليون نسمة. مهاتير ما تعللش ان هو استلم الحكم في بلد فيها 18 ديانة وفيها صراعات دينية. ما عايرش شعبه بانه لما استلم الكرسي في عام 81 كان عددهم 14 مليون، والان او وقت ما سابها كان 28. ما عادش يقول لهم اجيب لكم منين. كمان مهاتير ما تمسكش بالكرسي حتى اخر نفس، او قرر انه يورثه لاي حد. لكن في عام 2003 وبعد 21 سنة قرر مهاتير محمد بإرادته المنفردة انه يترك الجمل بمحمل علشان يستريح. بس ما سابش بلده كده، ساب خريطة طريق وخطة عمل سماها 2020، يعني شكل ماليزيا سنة 2020 هيبقى ازاي، وحدد هدف للي جاي من بعده ان ماليزيا تكون رابع اقوى اقتصاد في اسيا بعد الصين واليابان والهند. الاهم ان مهاتير محمد ما انتظرش معونات امريكية او مساعدات اوروبية او وفد صندوق النقد الدولي، لكنه اعتمد على الله وعلى ارادته وعزيمته وصدقه، وراهن على شعبه وعقول ابنائه، وقدر يحط بلده فعلا على الخريطة العالمية. علشان كده العالم كله احترمه ورفعوا له القبعة، وعلشان كده حزب الحرية والعدالة كان موجه له الدعوة ان يجي يتكلم عن تجربة النهضة. هقول لكم قال ايه، بس خلينا الاول اذكركم بتليفون البرنامج. كلموني من اي تليفون محمول على 2659، ابعتوا رسائلكم على 92 17 6 وقولوا لي رأيكم. متفائلين بمستقبل مصر في النهضة ولا ليكم برأي تاني؟ خليني اخد اول اتصال تليفوني على طول كده. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت قلت نقطة الاول. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا قمر؟ انت قلت نقطة مهمة جدا قوي في اخر حديثك. ايه هي؟ قلت هو راهن على الشعب. واحنا الشعب عندنا كل يوم مظاهرات، وكل يوم جماعة تطلع عاوزة تعمل مظاهرات وعاوزة تعمل اللي هي الأخيرة اللي هي طلعت دي. وطي بس صوت الراديو جنبك، وما تنساش اللي في الوقت اللي كان بيرام فيه على الشعب كان هو عنده رؤية. ماشي، ما هو عنده رؤية بس احنا مش مدينه فرصة أساسا لأي رؤية. هو مهاتير جه عندنا عشان نديله فرصة؟ لا، أنا بتكلم على الرئيس الدكتور محمد مرسي. أيوة يعني قصدك الشعب يدي فرصة للحاكم. يدي فرصة، يدي فرصة للحاكم بس الأول. مش الحاكم يقدم التصور أو الرؤية عشان نشتغل عليها؟ ما هو كان قدم في البداية وبرضه ما حدش مساعده. معك. حتى اللي بيناقضوا ما بيقولوش ايه الحل، ما بيدوش حل عشان اناقض. لا، انا بشكر حضرتك وهطلع فاصل، وبعد الفاصل في انتظار تليفوناتكم. الحلقة النهاردة بتجري بسرعة، بقينا 17 دقيقة وننسي على الميكسر النهاردة، فكلموني من اي تليفون محمول على 26 59، ابعتوا رسائلكم على 92 17 6.
خليني اقرا لحضراتكم عدد من رسائلكم اللي جات لي. انا انتخبت مهاتير لحكم مصر. مهاتير احب بلده وشعبه لانه اصله ماليزي اصيل ولم ينتمي البلد او غيره. عزيزي خير، انجح بنوك اسلاميه عن حق ونظام زكاه وضرائب موجود في ماليزيا. ده هشام مصطفى. يا سيدي الفاضل، بدايه اي برنامج اقتصادي او نهضه هو الاهتمام بالفرد والتعليم، خاصه كيف تناقش اقتصاديا وخدميا. ونسبه الاميه في مصر 50%، ونسبه عدم كفاءه التعليم لا تزيد عن 50%. كيف يكون هناك نهضه ومصر بذلك؟ هقول لك طب ما مهاتير ماليزيا، البرازيل، تركيا، الوضع كان اسوأ مننا 100 مره، بس وجدوا حلول. اصل لو هنقعد نقول ازاي هنشتغل واحنا عندنا الكوارث دي، والله ما هنطلع بره خالص. خليني اخد اتصال تليفوني. معايا على التليفون استاذ علاء، اتفضل. الو، مساء الخير يا فندم. الاول مساء النور حضرتك. انا حضرتك اول مره اتكلم في برنامج في حياتي كلها، بجد حقيقي انا احترم حضرتك كثيرا جدا جدا جدا، وانا سعيد اولا بكلم حضرتك. دي اول حاجه. تاني حاجه، موضوع ما يقال بما يسمى بالنهضه، انا عندي بس تعليق بسيط جدا جدا جدا. طبيعي جدا في اي بلد بعد الثوره وبعد الاحداث اللي عندنا دي، خصوصا انها عندنا انفلات في كل حاجه، طبيعي جدا يبقى عندنا شويه التوتر او الاضطرابات اللي عندنا حاليا دلوقتي. كويس. الموضوع ده ممكن يتلخص في نقطتين يا فندم. لو النيه فعلا اخلصت لهذا البلد الجميل. انا الاول مره في حياتي اروح جنوب سيناء، كنت هناك من اسبوع. الدنيا هناك جميله جدا 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 جدا. عندنا من المقومات اللي احنا ممكن نعمل افضل وافضل وافضل. معايا حضرتك؟ معاك. فانا يعني عايز افهم ليه النيه عندنا ما بتخلصش لله للبلد ديت، مع العلم ان المفروض الدكتور محمد مرسي راجل فاضل قارئ القران. ما بتكلمش على هو مسلم او مسيحي، ماليش علاقه. انا بكلم حضرتك، انا بكلم حضرتك يعني راجل متدين بوجه عام. طب يا فندم، طب ليه ما بنفكرش؟ ليه ما بنحطش الحلول ديت؟ انا كنت دارس اقتصاد. طب عندنا دكاتره اقتصاد في مصر، هل يعني ما شاء الله عليهم، ما بنستعينش بيهم ليه يا فندم؟ يبقى قصدك خبرات مصر موجود فيها كتير، بس انت بتحط والله الشرط الاهم الا وهو اخلاص النيه من الجميع. يا استاذ خير، هو العسكري رخيص؟ حماس عايزه ايه؟ وهم عايزين ايه من عباره المحافظه على حياه الخاطفين والمخطفين؟ فاطمه كامل، افكارك يا عم خير لو خدوها مصر تبقى ماليزيا. اشكرك يا فاطمه، انا بنقل ما بخترعش. عزيزي محمد، من اقوال مهاتير الشهيره التعليم ثم التعليم ثم التعليم، ولا سلف من البنك الدولي، وطالما تشتري سلاحك فلن تقوم لك قائمه. ده هشام مصطفى. يا ريت تسيبوا مبارك المحترم في حاله وخليكم في الفشل والخراب اللي جبتوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا استاذ محمد، طلعوا الرئيس مبارك والعدل، مصر ترجع حلوه زي زمان. يا راجل يا راجل. يا عم خير، عايزينك تكلم لنا عن هتلر وازاي طلع شعب المانيا فوق. طب وليه نروح بعيد للنازيه كده؟ ما في بلاد قريبه مننا ومن 10 سنين وطلعت فوق. يا عم خير، ما تعبش نفسك، البلد طبيخ. استاذ الفاضل، مهاتير محمد قيادي مبتكر. نجح مهاتير في جعل عناصر الدوله المختلفه والمتنوعه واهل بلد قوت عمل واحده، بان جمعهم وبصرهم من المصلحه في العمل سويا والنجاح للجميع. مثال وحده بين افراد شعب متنوعه. والله انا زعلان على حالنا واحنا عندنا كلنا كل الامكانيات دي. دي رساله جايه لي من الاستاذ عبد المقصود. انا محمد دوده وفرح يوم السبت، ونفسي يا استاذ محمد البلد تبقى احسن. ركز في فرحك، ركز في ليلتك، سيب ليله البلد. ليله البلد مطوله، المهم انت انبسط. عبد المنعم بيقول يملك القياده. يا خير ما عمل ويا رب نستفاد، يا خير ما عمل ويا رب نستفاد بجد. احمد بيرجو بتروجيت. هاخد هاني على التليفون، اتفضل. ايوه، دكتور هاني حكاوي. اهلا بحضرتك دكتور هاني. اهلا بيك. هو طبعا زي حضرتك قلت البدايه الرؤيه، بس الرؤيه لازم تكون محدده. وليه محدده؟ عشان نعرف الجاب قد ايه او الفرق قد ايه بين الواقع وبين المأمول، ونقدر نقسم قد ايه وكم سنه. فدي بدايات الموضوع، ان انا احط رؤيه. واذا بدات رؤيه بيحصل استفاض، يعني يبتدي بقى بدل التقرب الحالي من كل القوى والاحزاب، يبتدي الناس تصطف. احنا بنقول ان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. نعم. الاول لازم تبقى في رؤيه، وبعدين يبتدي بقى الاستفاض يحصل، والشعب كله يتجه ناحيه تحديد هذه الرؤيه. لو مش عارفين نقدر نساعدهم، يعني دي شغلتنا. يعني احنا عندي خبره 40 سنه في هذا الموضوع، وبنحاول نبعث الكلام دوت. وفي نفس الوقت واحنا بنعمل موضوع الاداره الاستراتيجيه ده، انا عندي مشروع يوفر 100 مليار دولار، بنسميها مكتسبات سريعه من اداره موارد الدوله. يعني
اداره الموارد الحاليه للدوله. حضرتك عرضت الخطط دي على اي مسؤول في الدوله، على مجلس وزراء، على وزير؟ يعني بقالي عندي صفحه وعرضتها على مجلس الوزراء، قال اعمل محاضره في التنظيم والاداره، عرضتها على الحريه العداليه، ال3 محاضرات هناك في المقر بتاعهم. هم ما بيحبوش حد من بره الجماعه، يعني طالما ما عليك سوى ان انت تقول او تكتب ده على الفيسبوك او تبعته في رسالة او تنشره في اي وسيلة اعلامية. يعني الافكار كتيرة دكتور هاني. التعدين، صدقني افضل مدخل للنهضة في مصر حاليا هو التعدين ده. عبد المنعم، اكيد ما فيش اخوان في ماليزيا، وكفاية ان عندهم الشيخ عمران حسين. استاذ محمد، يا ريت تقول دور المعارضة والاعلام كان ايه في ماليزيا والمقارنة بينهم وبيننا. من كل التجارب الناجحة سر النجاح هو التفاف الشعب حول الرئيس، مش محاربته بجبهات للإنقاذ. ربنا يقوي الحاج مهاتير محمد مرسي. ده أخوك وائل. كيف تقارن مهاتير بالدكتور مرسي؟ أنا مش عارف ده مدح ولا ذم. خليني أطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هكمل رسائلكم وهقول لكم مهاتير قال امبارح في مصر. مهاتير محمد راجل عظيم، لكن نظامه هيفشل عندنا علشان احنا شاطرين في الاعتصامات والإضرابات وقطع الطريق ومش بتوع شغل. ده رسالة جاية من مهندس هيثم سمير. لو الهدف يكون مشروع قومي لجلب 35 مليون سائح سنويا، بالسائح لو افترضنا هيصرف 2000 دولار يبقى نعمل 70 مليار دولار. اللي عاوز يتغير يا خير بيعمل مستحيل، لكن ربنا يهدي شعب مصر. مفتاح كل الخطط في عمل أقسام الشرطة كلها حتى لو بمساندة من الجيش والتعليم. أنا في منتهى التفاؤل لمصر، فلا بد من صعود هشام مصطفى. أنا بحترم جدا أستاذ خير، بشكرك يا حبيبي. خليني اخد اتصال تليفوني. اشرف، اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك، علي صوتك بس. اخبار حضرتك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. انت دلوقتي بتكلمنا على مهاتير محمد قبل كده، عن الراجل البرازيلي، ومع ذلك ما احنا معاك برضه مفيش مشكله. يا استاذ محمد دلوقتي احنا عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام طول ما مفيش امن في البلد. يعني ماشي، احنا مستعدين نجرب اي تجربه مهاتير محمد نجحت. ما كان هناك في برضه الدكتور سمير رضوان اللي كان معانا وزير الماليه هنا ومشيناه. الراجل ده كان خبير وخبره وزي الفل، مش عارف مشيناه ليه. احنا دايما الناس الكويسه بنمشيها. وبعدين معلش يعني وزير الدفاع السيسي، وزير الدفاع اللواء السيسي، انا مش فاهم. يعني قبل كده كان في من اسبوعين كان في اجتماع مع او كانت في حفله مع الناس اللي هم الموسيقيين والكلام دوت، وكان بيقول لهم لو عرفت اي خطوه على اللي حصل في سينا بالنسبه لل 16 عسكري اللي ماتوا في رمضان مش هيعيش ثانيه واحده، وهو كان رئيس جهاز المخابرات العسكريه. يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش مين اللي موت 16 عسكري. يعني خلاص الدوله بتاعتنا بقاش المؤسسات بتاعتها مش شغاله خالص، ولا خلاص لما مات اللواء عمر سليمان كان هو اللي شايل الليله؟ يعني اكيد عمر سليمان مش هو كان الدوله يعني المصريه في النهايه، رحمه الله عليه في الاخر، لكن هو كان رئيس جهاز امن قومي، يعني رئيس جهاز مخابرات. الدوله المصريه المفروض تكون اجهزه، مؤسسات كتيره، مش شخص يعني. يا ريت الصوفيين يمسكوا مصر عشان يعرفوا يديروا البلد. ابو كريم، نانسي از ذا سوليوشن، يعني نانسي هي الحل. ده رسائل بتجيلي كنانسي على التليفون البرنامج. طبعا الاخوان عندهم مشروع وانا متفائله، بس المعارضه الهدامه تسكت شويه. واحد بيقول لي انت وضيفك ضايعين، عايز اقول له انا ما عنديش ضيوف، انت بتسمع برنامج تاني وبتبعت رساله على برنامج تاني. ازيك يا خير، هل الثوره جاءت بالرياح التي لا تشتهيها السفن ام هذا بسبب خروج الفئران؟ انت ضايع وضيعت البلد. انا يا عم والله لو الراحه في ان انا امشي خالص ماشي، بس البلد تطلع قدام. المشكله يا استاذ محمد في الشعوب وكمان في الاخوان المسلمين، ده انت كده ما خليتش حد في البلد. المعارض سيكون مؤيدا للرئيس لو الرئيس اشتغل لمصلحه البلد. بس الرئيس كان عنده رؤيه 100 يوم مش 5 سنين زي مهاتير، فاكرين ال 100 يوم؟ إن أردت أن تقارن مهاتير بما فعله في 22 سنة فلا تقارنه بمن حكم 22 أسبوع، ولكن قارنه بمن حكم 30 سنة. حنفي بدروجيت، أنا لا قارنت مهاتير بالرئيس السابق ولا بالرئيس الحالي. أنا بنقل تجربة نهضة حصلت في ماليزيا، وبستغل فرصة إن الراجل كان هنا امبارح وابتدى يقول الكلام. لماذا لا تظهر بالتلفزيون بدل الرغايين؟ ده صلاح سالم. اقول لك قريبا يا استاذ صلاح. خليني بقى قبل ما انهي اقول لكم مهاتير قال امبارح. ما هو مهاتير جه وعمل ندوه كبيره قوي، يهمني زي ما انا قلت لكم كان عامل ايه في بلده. قال لنا ايه امبارح؟ مهاتير قال التجربه الماليزيه كانت اصعب مما تمر به مصر الان. ليه؟
لأن كان في هناك تنوع أعراق مواطنيها، كان في ماليزيين وصينيين وهنود، لكن تخيلوا كان في ماليزي وصيني وهندي، اتفقوا جميعا بينهم على انهم يركنوا الخلافات دي على جنب ويركزوا على توظيف جهودهم في مجالات الزراعه والصناعه والتعدين. مش احنا اللي هنا بلد واحده وشعب واحد ودين واحد وعمالين انقسام. كمان قال مهاتير مصر تقدر تحقق نهضه اقتصاديه كبيره خلال وقت بسيط. ليه؟ لان عندها موارد طبيعيه وبشريه بصوره تميزها عن ماليزيا. مهاتير كمان نصحنا امبارح، قال ابتعدوا عن الخلافات السياسيه، وقال ان هو وضع خطه للتنميه والنهوض باقتصاد بلاده وكون تحالف بين الاحزاب الرئيسيه للمشاركه في الاعمال السياسيه، كانه بيبعت رساله لسلطه الحكم الان. مهاتير محمد حذر الاخوان من خطوره اتباع شروط ونصائح صندوق النقد الدولي، وقال ان نجاح عمليه اصدار الصكوك في اي دوله مرتبط بنسبه الاغنياء والقادرين فيها، مستند لتجربه ماليزيا التي لم تنجح فيها مساعي الدوله في تحقيق العائد المتوقع من الصكوك الاسلاميه بسبب فقر المسلمين. وقال ان جوهر نجاح التجربه الماليزيه كان في الاهتمام بجوده التعليم. انتهت حلقتي معاكم النهارده برنامج مصر في ساعه، كان معكم محمد علي خير، ويا رب مصر تكون في خير، ويا رب ولادنا المختطفين جنود مصر العظام يتم انهاء ازمتهم خلال الساعات القليله القادمه. بنشر نانسي فيكتور من الهندسه الاذاعيه، نبيل مصطفى اخراج، كان معكم محمد علي خير، واشوفكم على خير، ويا رب مصر تكون بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تتواصلوا معايا على صفحه البرنامج على الفيسبوك مصر في ساعه، ولو ليكوا تعليقات على موضوع ماليزيا ومهاتير يا ريت تقولوا.